أنا النهاردة هتكلم عن الدكتورة اللي قلبت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة اللي فاتت. خليني أولاً أبدي دهشتي على المستوى الثقافي اللي أنا شفته من دكتورة المفروض إن هي متخرجة من كلية من كليات القمة. في الحقيقة أنا استغربت جدا. الدكتورة بتقول إن إحنا اللي وصلنا له ده نتيجة التربية الإيجابية اللي غالباً مش موجودة في المستوى الثقافي المنخفض اللي هي بتتعامل معاه، لأن الناس دي ما عندهاش علم بالتربية الإيجابية أصلاً. وللأسف اللي بيحصل ده نتاج الوعي المنخفض اللي احنا بقينا عايشين فيه في المجتمع دلوقتي. الناس دي بتستخدم التربية الغلط والأسلوب الغلط علشان تربي بيه بناتها، أسلوب التحكم والسيطرة والتعنيف وغالبا الإهانة والضرب، مش التربية الإيجابية خالص. في مستوى الوعي المنخفض ده غالبا بيتم التحكم أو السيطرة على البنت ومعاملتها بأسلوب من التعنيف والضرب، وممكن كمان يحبسوا البنت في البيت، لكن الولد يعمل ما بداله، هو حر. فده للأسف بيكون النتيجة الطبيعية للي احنا بنشوفه. الدكتورة قالت ربوا بناتكم بدون ذكر الرجل، مع ان الزنا علاقة ما بين اتنين راجل وست، لكن هي همشت دور الراجل في الموضوع خالص وقالت ربوا بناتكم بس. لكن احنا المفروض ان احنا نربي الاتنين، سواء بنت او راجل، بنت او ولد. ربنا سبحانه وتعالى قال الزاني والزانية، ما قالش الزانية بس. يعني لو احنا عندنا ولد المفروض ان احنا نفهمه انه هيتعاقب على الزنا ده، وان المفروض ان هو يخاف على بنات الناس زي ما بيخاف على اخته وامه وبنته وهكذا. ومن هنا بقى هنبتدي نتكلم عن نقطة البنت أو الست اللي بتروح تترمي في حضن راجل. هل يا ترى البنت دي لو كانت شافت الحنان والاحتواء الكافي من أبوها أو من زوجها أو من أخوها كانت هتعمل كده؟ احنا دايما بننسى إن دور الراجل في المجتمع هو القوامة، والقوامة معناها السند والأمان والاحتواء، مش الشخط والنطر والزعيق والتحكم والسيطرة. الدكتورة اتكلمت عن الست اللي خانت جوزها وكانت مسجونة. هل يا ترى لو الوضع معكوس والراجل هو اللي خان الست هيتسجن ويتعاقب على الخيانة دي، ولا هنروح نقول للست ما هو انتي اللي غلطانة، هو خانك علشان انتي ما كنتيش بتديله الاهتمام الكافي، معلش دي نزوة فوتيها له؟ هو ليه معلش عندنا تناقض كده في المجتمع بتاعنا ما بين الست والراجل، مع ان التناقض ده مش موجود عند ربنا، التناقض ده موجود في المجتمع بتاعنا بس. والبنت بقى الطفلة اللي عندها 14 سنة، يا ترى فين دور ابوها في الاحتواء والامان والسند؟ احنا ما سمعناش حاجة عن ابوها، وده كله طبعا حصل بسبب ان الاب او الام كانوا بدل ما يحتووا بنتهم كانوا بيضربوها بالشبشب اللي هي اتكلمت عليه بالظبط، وبيسيطروا عليها ومش بعيد يحبسوها في البيت. لو كان الاب ادى لبنته الاحتواء والسند والامان الكافي، وكانت الام وعت بنتها وقامت بدورها في توعية بنتها وفهمت كويس قوي الظروف اللي بنتها بتعدي بيها في سن زي ده، ما كانش حصل كل ده. فيا ريت بقى ما نرجعش اللي حصل ده انه بسبب التربية الايجابية اللي ما كانتش موجودة في الحالات دي اساسا. واخر حاجة بقى انا هتكلم عنها، وكانت الموقف الصادم ليا لما الدكتورة قالت انها شافت الست مرمية على الارض وما صعبتش عليها اصلا ومشيت وسابتها. تخيلوا بقى ان ملاك الرحمة الدكتورة ما عندهاش لا قلب ولا رحمة اصلا، وسابت الست مرمية على الأرض وما فكرتش إن هي تنقذها من أساسه، مع إن ده دورها الأساسي والقسم الأساسي اللي هي أقسمت بيه يوم ما اتخرجت من الكلية دي. لكن للأسف هي ما قامتش بدورها، ودي حاجة كانت صادمة بالنسبة لي، لأن في الآخر الدكتور دوره إن هو يساعد الناس، مش ينقي مين اللي يستاهل المساعدة ومين اللي ما يستاهلهاش. هو بينقي اللي محتاج المساعدة بغض النظر هو تصرفاته ايه او افعاله ايه. احنا ملناش دعوة بان احنا نحكم على الاشخاص يا جماعة، احنا بنساعد الناس وبنقوم بدورنا للناس اللي محتاجانا وبس. للأسف كل اللي احنا بنشوفه دلوقتي في المجتمع ده نتيجة قلة الوعي والإدراك وقلة التواصل الروحي ما بيننا وما بين ربنا. بقينا بنحدد الأفعال الصح والغلط عن طريق رأي الناس، مش عن طريق اللي يرضي ربنا. وهختم بقى بالكلمة الوحيدة اللي الدكتورة قالتها وكانت صح جدا جدا، وهي إن إحنا عايشين للأسف في أسوأ حقبة زمنية عدت علينا على مر التاريخ، وربنا يتولانا برحمته. كان معاكم غادة يسري، أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.